ولتحليل الأوضاع الأخيرة في شمال كردستان عامة وجزيرة بوطان بالتحديد ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة باطمان بشمال كردستان الفنان التشكيلي منير شيخي. أهلا بك منير إلى نشرتنا. حيث صار ما يقارب 150,000 مدني في جزيرة بوطان من قبل قوات حزب العدالة والتنمية دخل يومه الثامن اليوم. الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين تمرتاش قال بهذا الخصوص أن النار ستحرق الجميع في تركيا إذا استمر الوضع الراهن في مدينة جزيرة بوطان على ما عليه. بناء على هذا التصريح والمعطيات على الأرض، إلى أين تتجه الأوضاع في جزيرة بوطان؟ بداية أريد أن أحيي مقاومة أهلنا في جزيرة بوطان، المقاومة الشعبية السلمية ضد الهجمة المسعورة للجيش التركي والحكومة التركية. ما يتم في جزيرة بوطان، إذا أردنا أن نقيم الوضع بشكل صحيح ودقيق، تركيا والدولة التركية والإرث العثماني للدولة التركية تنتقم من جزيرة بوطان، تنتقم من المقاومة التاريخية التي أبداها البدرخانيين ضد السلطنة العثمانية أيام السلطان عبد الحميد، تنتقم من انتفاضة شمال كردستان في التسعينات، تنتقم من النصر التاريخي لكل أهلنا ولكل الشعوب التي ساندت مقاومة كوباني. ما يتم الآن في جزيرة بوطان هو محاولة كسر إرادة شعبنا، محاولة الضغط عليه من أجل التخلي عن كل مكتسباته. شعبنا الآن يمتلك مؤسسات، يمتلك أحزاب، يمتلك برلمانيين. لا يمكن كسر إرادة شعبنا. كوباني كانت مدينة محاصرة من 4 جهات، لكن جزيرة بوطان كل آفاق كردستان، كل جبال كردستان، كل قرى وأراضي كردستان مفتوح عليها. ما يتم الآن هي حرب إبادة ضد إرادة شعبنا الكردي. فشل أردوغان في الانتخابات الأخيرة، فشله في الجبهات العسكرية ضد قوات الدفاع الشعبي في قنديل وفي جبال كردستان، تريد أن تنتقم من المدنيين. هذه الحرب وهذه يعني كل المدرعات وتقصف المدينة بالقذائف وبالهاون، هذا يعني بأنها تريد كسر إرادة شعبنا. ما تفقده في ساحات الحرب تريد كسره عن طريق كسر إرادة شعبنا. ما نريد قوله كما قال السيد صلاح الدين تمرتاش، جزيرة بوطان ليست لوحدها وليست أزمير ولا أي مدينة تركية بعيدة عما سيجري في جزيرة بوطان. ما سيتم في جزيرة بوطان سيضرب السلم الأهلي في تركيا بكل بساطة. بالرغم من خطورة المشهد في جزيرة بوطان منير، لم تلقى نداءات حزب الشعوب الديمقراطي للمجتمع الدولي أي آذان صاغية. يعني إلى الآن لم نشهد أي ضغوط جدية على تركيا لكي توقف ممارساتها، هذا بالتزامن مع التغطية الإعلامية العالمية الخجولة. ما سبب هذا التجاهل العالمي؟ الاهتمام العالمي بكل شأن يخص القضية الكردية في كل أجزاء كردستان يكون غير مسؤولا، يكون خجولا، ولكن لابد من الجالية الكردية في أوروبا ومن الشعوب المتحالفة مع شعبنا أو أصدقاء الشعب الكردي أن يصعدوا التظاهرات، يصعدوا المطالب بشكل يضغط على الرأي العام الرسمي الغربي من أجل التحرك. نحن نعلم جيدا بأن المدرعات التي تقصف جزيرة بوطان هي مدرعات ألمانية الصنع، مدرعات من حلف الناتو. ما نريد قوله بأن الرأي العام الدولي لن يتحرك لو بقت جزيرة بوطان لوحدها. على شعبنا أن يتكاتف، أن يساند كما عادته جزيرة بوطان، ونحن دائما ندين الصمت الدولي بأي قضية تخص شعبنا الكردي في كل أجزاء كردستان. ما نريده هو فك الحصار عن أهلنا في جزيرة بوطان، الدعوة إلى دخول لجان تقصي حقائق، لأن ما يتم هو ضرب للمدنيين، محاولة كسر إرادة المدنيين. وإذا كسرت إرادة شعبنا في جزيرة بوطان لا سمح الله، هذا يعني بأن كل مكتسبات شعبنا في كل شمال كردستان وحتى في روجافات ستكون عرضة للخطر. إذا استطاعت الدولة التركية بهجمتها الشرسة من محاولة يعني تحقيق أهدافها
في كسر إرادة شعبنا. هذا يعني بأن الوضع في شمال كردستان وفي تركيا سيتصاعد. هذا يعني بأن الانتخابات التي يتحدثون عنها في 1 نوفمبر لن تستمر، لن تتم، لأن الجو العام سيكون في تصعيد مستمر. ما نريد قوله نطالب لجان التحقيق، لجان المختصة بحقوق الإنسان، الضغط على الدولة التركية الفاشية، محاولة فك الحصار عن أهلنا، لأن شعبنا أثبت تاريخيا بأنه له إرث تاريخي، إن كان في دعمه لحركة التحرر الكردستانية، إن كان في دعمه السلمي لكل ما يتم من مشاريع الإدارة الذاتية. نحن نعلم بأن هذه الهجمة محاولة كسر إرادة شعبنا، إنه أخذ خياره الحر بالإدارة الذاتية في شمال كردستان. نعم، نبقى في الانتخابات المبكرة التي من المفترض أن تجرى في 1 نوفمبر القادم، بالرغم من استطلاعات الرأي التي تجرى في تركيا والتي تؤكد خسارة حزب العدالة والتنمية للكثير من الأصوات، بالرغم من هذا يستمر حزب أردوغان بسياساته. إلى ماذا يهدف أردوغان بالتحديد منير؟ وإلى أي مدى يؤيد الشارع التركي أفعال أردوغان هذا؟ أعتقد بأن آخر استفتاء للرأي العام في تركيا نسبة حزب العدالة والتنمية، النسبة السابقة كانت بحدود 43.8، الآن النسبة انخفضت ل 41، يعني أنها حاليا حسب الاستبيان الأخير قد فقدت حوالي 10 برلمانيين. أردوغان يعلم بأن الانتخابات الأخيرة أيضا سيواجه فشلا ذريعا. نحن ما نتوقعه بالنسبة للانتخابات اللاحقة في 1 نوفمبر، يمكن للحكومة التركية أو لرئيس أردوغان أن يحاول أن يؤجل الانتخابات في تركيا حتى إشعار آخر، لأنه يعلم جيدا بأن حزب الشعوب الديمقراطية لم يستطيعوا أن يستفزه، لم يستطيعوا أن يغير مشروعه. حزب الشعوب الديمقراطية بدأ متوازنا، بدأ رأيه حكيما، لم يغير خياره هو محاولة كسب الشارع التركي بشكل عام، الدعوة إلى السلام، الدعوة لمفاوضات السلام، كما أعلن السيد دمرتاش بأن كجكي كانت مع فتح يعني مفاوضات جديدة، لكن الدولة التركية سدت جميع الأبواب. ما نستطيع أن نقوله بالنسبة للانتخابات بأن أردوغان يحاول كسب شعر الشارع. هذه الهجمات على كل مكاتب، هجمات الفاشية على مكاتب حزب الشعوب الديمقراطية، محاولة تغيير الرأي العام التركي الذين صوتوا لحزب هدف تغييره. لكن ما نلاحظ بأن الانتخابات يمكن أن لا تتم، لأن الجو في تصعيد. هناك مجموعة من المدن خارج إدارة الدولة التركية، وهو مجموعة من المدن هي في وضع طارئ، يعني هذا الشيء لا يمكن أن يكون صحيا لإجراء انتخابات. نعم، الفنان التشكيلي منير شيخي كنت معنا من مدينة باطمان بشمال كردستان، شكرا لك على هذه المشاركة.